من مورا الحرب العالمية الثانية كنا خدامين في البركة ما بينا ما علينا. شوية كنحل عندنا كنلقى راسي في السبيطار ما عقلتش على والو. اخر حاجة تفكرتها هي جا عندنا واحد العلامة بانه طبيب من وزارة تابع لوزارة الصحة، وهذا الشيء اللي عقلت عليه. وسمعت ملي كاع صحابي اللي كانوا خدامين مع الموظفين كاملين ماتوا. اخوان باينه من الضحكه اللي ما فهمتوا والو. اليوم غنهضروا عليكم على اغرب سطو ياباني عرفته اليابان في تاريخ الحرب العالميه الثانيه 1941. 7 ديسمبر غيفكركم في واحد الحدث اللي هو عالمي، الحرب العالميه الثانيه. This day have set upon a mighty endeavor. We are all that separates the world from darkness. The enemy is ruthless. اخوان ملي كان جالسه ما بها ما عليها حتى كتفاجئ بهجوم ياباني على الاسطول الامريكي في جزر هاواي. اللي تلقى الاسطول الامريكي تلقى اكبر الخسائر، تلقى من الاليات والباخرات والعسكريه واي حاجه اللي كلاته ديال بصح هذيك الساعه امريكان في المعدات ديالها وخسرت الملايير ديال الدولارات. اخوان شنو غيجي من وراء الاحداث؟ غتولي هي اللي شاده اليابان، هي اللي حاكمه هذيك الساعه، غتبدا تحكمها. وشنو تيجي من بعد الحروب؟ شنو تيجي؟ التلوث، الجوع، الفقر، التشرد، يعني تيخلف واحد الخسائر للانبعاثات النوويه، يعني اثار سلبيه 100% على الناحيه الانسانيه، الوفيات بالملايين، ومن ناحيه التلوث البيئه وداك الشيء، ومن ناحيه العالم كامل. صافي مع امريكان مع تشد اليابان من مورا دازت الحرب، ما دازت على الحرب 3 سنين. شنو غيجي؟ واحد خونا غيمشي داير هذيك الشاره ديال بانه تابع لوزاره الصحه اليابانيه، وبانه غيمشي عند واحد البنكه في اليابان معروفه سميتها. مع غيدخل عندهم غيسول فين هو المدير ما كاين غير النائب ديالو. عيطوا على النائب ديالو، وديك الساعه كانوا غايبين 7 الموظفين بسبب المرض. كما قلت لكم الحرب العالميه تخلف الخسائر، هو كاين 27 موظفين وغابوا 7. غاب بحال هكا، هضر مع النائب قال لي راه عندكم واحد البير هنا في المنطقه هو اللي سبب لكم التلوث وهذا الشيء، وهضر لي على التلوث وبانكم خاصكم تداووا كاملين حيت نتوما كاملين غتمرضوا بهذا المرض اللي مرضوا به صحابكم. بحال هكا تقنعهم مزيان. مع قنعهم غيجبدوا واحد الكيسان صغار وغيجبدوا واحد القرعه ديال الدواء. مع يحل ديك القرعه غيشرب قدامهم، ما طرا ليك الساعه والو. علاش تشجعوا باش تشربوا تاما؟ وكوبليم كاملين، جمعهم كاملين وقنعهم. وديك الساعه كانت حاضره مرا وبنتها من هذيك مرات هذيك الموظفين اللي خدامين تما، حتى هما كانوا حاضرين. شنو غايدير؟ مع يشرب هذاك الدواء قدامهم ما طرا ليه والو، يعطيهم كامل كيسان صغار ويكوبليم كاملين الدواء. مع غيشربوا الدواء دازت واحد شويه ما يبيعت واحد الحرقه في عنقهم. شنو قالوا لهم؟ قالوا لي شتشي. قالوا لا ما عندكم ما تخافوش في البديه هذا. علاش؟ حيت قبل ما يعطيهم الدواء قال لهم خاصكم تشربوه بالزربه باش ما تحسوش، باش ما يضركم لا سنانكم لا والو، خاصكم تشربوا داكشي بالزربه. لعب ليهم على العقل ديالهم. مع شربوا كما قلت لكم الدواء، دازت هذيك ربع ساعه او بدا يبان لك قال لهم سيروا للطواليت. قال لهم تيبان لك بنادم كاو كلشي بان لك طاح. شنو غايدير؟ غيمشي للبنكه وغيبدا يجمع في الفلوس. جمع 15,000 يون ياباني، هي اللي كتعني بحال شي 10,000 دولار، وزع عاوتاني شيك فيه 17,000 يون وداها معاه، وخلى هذاك الشيء كامل مجبد تما. مع مشى خرج في حالات ودا الفلوس. شنو غيدير؟ غيبقاو شي وحدين غيبقاو عايشين من ديك الساعه، غيبقاو واقيلا شي 5 ولا ما عرفت 4 غيبقاو باقي عندهم الجهد. مع انتم ما تعرفوا علاش هذوك اللي بقاو حيين هذيك الربعه غينوض يبدا يغوت هكا في الزنقه وغيتجمع البوليس وغيجيو داكشي. مع يجيو البوليس غيبداو التحقيقات. هذاك الخمسه اللي غاديين بهم غيموتوا منهم 2 وغيبقاو 4، ومنهم هذيك المراه وبنتها. علاش؟ انا نجيكم من علاش تا من بعد وتعرفوا علاش بالضبط. حيت كاين واحد السر في هذاك الدواء اللي شرب منه، واخا هو نفس القرعه اللي شرب منها وما طرا ليه والو. بحال هكا هي تبدا التحقيقات. شكون اللي دار هاد الشيء؟ البوليس غيمشيو لعند هذوك الربعه اللي بقاو حيين، ما عرفت 5 ولا 3، غيمشي عندهم للسبيطار باش يبداو التحقيق ويعرفوا المواصفات ديالو. ولكن للاسف غيقولوا لهم
ما عندوش شي حاجه اللي كتميزو، عطاو هاديك المواصفات دير هذيك ولكن حاجه وحده اللي عارفوه بان العمر ديالو ما بين 40 عام و50 عام، وهادي اللي تكون عندهم في واحد البعض يكون عندهم واحد الدليل باش يشدوا هاد مولاد الفعل هادي. صافي بحال هكا، ومن موراهم وصلت الخبار بانهم الشيك تصرف، داك الشيك اللي تسرق من البنكه نفسه تصرف في واحد البنكه اخرى، ماشي تسرق، تصرفوا في هذيك البنكه اخرى. وتيتسائلوا علاش خلى كاع الفلوس كاملين، علاش كاع ما داش كاع الفلوس كاملين. والتساؤل الثاني علاش ضرب نفس القرعه وما طرا ليه والو. هادشي اللي يخلي من القضيه معقده عندهم. صافي مع هكا، مع غيمشيو للبنكه الثانيه يقولوا له عطينا السميه وداك الشيء اللي صرف عندك هاد الشيك، وياخذوا السميه والعنوان وغيمشيو للبلاصه يبغى كل شيء مزور، حتى حاجه من السميه لا حتى حاجه. وطاح لهم واحد البال واحد الحاجه اخرى. البنك اللي مشى له الاولى عطاهم واحد البطاقه فيها سميه اخرى بانه طبيب. بلاتي هذيك البنكات اللي شحال من بنكه مشى لها باش يجرب فيها القضيه، بغا يجرب بهم نفس كاملين، ولكن حتى هما تيدير لهم تيجمعهم وتعطيهم الدواء، ولكن ما تصدقش لهم القضيه حيت ديك الساعه كان تيجربوا في ديك الدواء ديال السم، كان تيجرب فيها ديك الساعه. والبنكات ما كانوا ما بلغوا على والو حيت ما طرا لهم والو. عاد بداو البوليس تيكتشفوا هادشي، مع تيمشيو للبنكه هنا رجعوا معانا. البنك الثاني فاش مشى صرف عنده قال لهم انا طبيب وداك الشيء، من غير اللي صرف عنده البنك صرف عنده الشيء، جرب معهم القضيه ولكن فشلات، حتى يلاه بداو يجيو البلاغات تعرفوا نتوما الصحف والجرائد وداك الشيء. مع مشاو عنده لقاو بلي انا البنك الاولى اللي سرق عطاهم سميه اخرى، بطاقه فيها سميه اخرى حيت ما فيهاش التصوير، والبنك الاخر والثاني لقى عندهم عاوتاني دايرين سميه اخرى. شنو غيشد المره الاولى لقاو داك الشيء مصور، ولكن الثاني غيلقاو بصح ديال شي واحد ديك السميه، غيلقاو ديك السميه حتى يلقاو ديال الطبيب ولا وغيمشيو ويقلبوا عليه وغيلقاو. مع غيلقاو معاه غيبداو معاه التحقيق، اجي واش انت هذا ولا هذا، ولكن غيعطيهم دليل قوي، غيقول لهم انا ديك الساعه كان عندي اجتماع وعندي الشهود ديالو. هذا لقى دليل قوي وبزاف ديال الشهود اكدوا. وشنو قال لهم؟ قال لهم بان انا ماشي اي، قال لهم كيفاش البطاقه ديالك وصلت عنده؟ قال لهم انا ماشي اي واحد كنعطيه طابع، قال لهم انا طابع 100 نسخه، واي واحد تنعطيه ليه الا كنا في شي اجتماع بشي حاجه مهمه تنتبادلوا انا وياه البطاقه، نمشي اي واحد كنعطيه ليه. شنو غيبداو هنايا؟ اجي لما نعطيتها وقال لهم اي واحد كيعطيني ورقه كنكتب من اللور فين خديناها والسميه وداك الشيء. يبداو في الوراق، يبداو يقلبوا في هذيك البطاقات ديالو بالسميات، بداو يتاكدوا هنا وهنا وهنا. السبعه اللي بقاو عندهم فيهم الشك، قال هاد السبعه هذا واحد فيهم هو اللي غيكون مول الفعله. صافي بحال هكا بداو تعيطوا على هادو التحقيقات، هكا بقاو هكا داز مورا عامين اما عيطوا على واحد ونفس السن تا هو ما بين 40 و 50، وغيبداو مع التحقيقات. بدا تحقق تيقول لهم لا ماشي انا، بدا تينكر ديال بصح لا، ولكن لقاو عنده هو النيت، لقاو عنده داز عنده الحساب نفس المبلغ اللي سرق من البنكه 17000 يورو، لقاو داز عنده البنكه. ما بغاش يقول لهم المصدر ديالها منين جاتو، علاه يزيد عليهم الشك بزاف. بقى غادي وتينكر ما بغاش يقول لهم. شنو غيديروا نفس القضيه تقريبا بحال ديالنا، غيجيبوا واحد خونا اما كاين غير العصا هضر ولا غتاكل ولا غتعذب، بحال جابو بدا تيهبط ليه راسو وتيعطيه التصرفيغ وداك الشيء، عذبو مزيان نفسانيا ومعنويا. بقى هكاك شي 3 ايام بلا نعاس، وجالس الكورسه والمينوط وتيعذبو فيه وداك الشيء. صافي حتى غيعترف ليهم، غيقول لهم انا اللي درت هذيك الفعله، ولكن بلاتي مشى انا هذيك الساعه قال لهم انا، ولكن باقا جايه القصه. قال لهم انا اللي درت هذيك الفعله وانا كشت هادشي كامل باش يطلقوه. مع طلقوه داو للسبيطار، لقى مرض نفساني لا نعاس لا والو. صافي بقى في السبيطار داك شي 3 ايام، يديو للمحكمه. مع مشى للمحكمه ابدا عليهم عاوتاني انكر، قال لهم انا لا داكشي ما قلتوش، ما قلت لهم انا حتى حاجه واخا تيكون التسجيل. قال لهم لا انا راكشي اللي داروا لي ديك العاده وداكشي هو اللي خلاني نعترف ونعاس وداكشي. ان المحكمه حارت ولات كل مره تدير محاكمه خاصهم ضروري يتكبشوا عليه هو، ولا كل مره تينكور بحال هكا. بقى بحال هكا متبعين مع القضيه، حتى غيجي واحد النهار غيأكدوا ليه باللي انت اللي درتي هاد الشيء، وما عندهم شي دليل اللي ثابت. بقاو بحال هكا يحكموا عليه بالاعدام. ما حكموا عليه بالاعدام داز واحد المده، صافي تتعدم على عمر كبير. العائله ديالو داروا طالب المحكمه باش يعاودوا النظر شكون هذا اللي دار ديك الحاله، راه ماشي هو واقيلا، حيت هو اصلا كان رسام وكان تيرسم وتيترزق، فهمتي فما مشى تيخدم تيبريكول وداكشي بريكولات.
صافي بحال هكا. ملي كانت في المحاكمه ديالو قال لهم انا راه مريض بواحد المرض اللي تنبدا ننسى، وبصح حتى حاليل تاكدوا هذاك المرض بانه بصح مريض بداك المرض تينسى وما تعرف شنو تيقولوا داك الشيء وما تعرف شنو تيدير. اي لحظه يكون معك هكا وتاكدت بصح قدموا الوثائق داك الشيء. واخا هكاك حكموا عليه بالاعدام، مع تحكم بالاعدام مع صافي عدموه مات الله يرحمه. جات المحكمه دفعوا الطلب العائله ديالو باش يديروا لا يشوفوا التحقيق عاوتاني، ولكن لا، سدوا القضيه. هادشي كامل قال لك يا اما هذا مخطط امريكي باش يجربوا داك السم. بلاتي تصنت اصلا هذاك السم ملي بداو التحاليل في القرعه باش تعرفوا كيفاش ما ماتش من يشرب من القرعه. كان تيخلط معاه الزيت، وانتم عارفين الزيت تخلطوا مع اي حاجه تيطلع هو الفوقاني. مع طلع الزيت تيشرب قدامهم، تيشرب ديك الساعه الزيت ما تيطالي والو، السم ما تيشربوش. وذوك الاولين اللي بقاو حيين تما راه شربوا من داك الزيت، كان مخلط واحد شويه يشربوا منه، ماشي يشربوا السم كامل. عليها بغاو يعرفوا المصدر ديال هذاك السم منين جا. ملي جبدوا تيديروا التحاليل لقاو بان اصلا داك السم اللي تستعمل تما تيكون غير في الجيش الياباني، غير في المهمات السريه وداك الشيء. السم كيفاش خرج من المختبر وداك الشيء. على ما بقاو تيخلطوا القضيه كيفاش هو، والسم خاص ضروري يكون بجنيد، هو ما عمرو داز تجنيد. ومن هذا الشيء ما بقاو التدليل وما بغاو يسدوا القضيه ويحكموا عليه. في نظركم واش هو اللي دار القضيه ولا لا؟ من بعد ديك الفرضيه بداو تطرقوا ياك بان هذاك مخطط امريكي باش تيجربوا، مخطط امريكي تيجربوا السم والفعاليه ديالو. اخوان شنو نظركم في هذا الشيء؟ وتهلاو وتسناو الحلقه الثانيه باذن الله تعالى.